يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. مرحبا والله يسعد لي كل اوقاتكم يا رب. نورتوا وشرفتوا من اي مكان عم تشوفوا الفيديو وباي وقت. اليوم مثل ما لكم شايفين ما ننسى اول شي نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهون مثل ما شفتوا ببداية الفيديو سويت لي هيك فنجان قهوة عند الصبح، وكان اليوم عطلة للولاد لاني توزيع الجلاءات، فحبيت اني اشارك معكم هذا الفيديو وان شاء الله ينال اعجابكم يا رب. فضلا لا تنسوني باللايك، واللي داخل على قناتي جديد لايك واشتراك، وشكرا لكم ولحضوركم قناتي. طبعا هون البنتي حبت اني اساوي لها شعرها كيرلي، فقالت لي ماما بدي هذا الموديل، فقلت لها ايه ماشي. طبعا هون مصورته قبل بنهار بالليل، فزبطت لها شعراتها بالليل لاني بنتي جو الصبح الساعة 7 الصبح لازم تكون بمدرستها، فقلت لحالي ما رح الحق. مثل ما بتعرفوا الفير بياكل كتير وقت، فحطيت لها من تحت مشان ما يفلت، هي ونايمة حطيت لها قمطة حتى ما يفلت. ففقت عند الصبح وراحت. فلما رجعت من المدرسة قالت لي ماما انه ليش ما جيتي، فانا كنت سهرانة بالليل وشوي كنت مرضانة تعبانة، ما رحت معها وما صورتها مع انستا فانزعجت. فقلت لها يلا بس ناخد اخوك على المدرسة، بتروحي معي وبرجع بصورك مع انستك. بس للأسف انستا كانت رايحة على البيت. فهون دخلنا على المدرسة، ما بعرف إذا ملاحظين بنتي هون كانت مزعوجة كتير كتير، يعني ليش جيت مع أخوها مشان أصورها مع أنستو وما جيت معه. فمثل ما قلت لكم كنت مرضانة عن جد يعني. هون صار توزيع الجلاءات، فالحمد لله رب العالمين جلاء ابني كويس كله جيد جيد، ممتاز. الله يفتح أولادنا وأولاد المسلمين جميعا يا رب. وهون بنتي من كتر ما عصبت فقلت لحالي يلا بس اروح على البيت بدي ارضيها واسوي لك اكلة حلو، شعيبيات روح قلب الحلويات. فهون بدي ابلش معكم بالقشطة. عندي 6 كاسات حليب، كاسة من السكر، نص كاسة من النشا، نص كاسة من السميد، وبحطن على النار. طبعا قبل شي بدي احركهم على السوا حتى النشا يدوب عندي. بعد هيك بحطن على النار وبس يبلش تغلي عندي بضيف الفانيلا او اذا بتحبوا مي زهر. هاي القشطة منزلية وعن جد كتير طعمتها طيبة وبتنافس المحلات، وإن شاء الله تعجبكن. جربوها واعطوني رأيكم. يعني أحيانا أنا ما بكون جوزي بالشغل، حدا بده يجيني من الضيوف أو مثلا مشتهية على حلو، ففورا بقوم وبعملها. عن جد سهلة وبسيطة وما بتاخد معكم أي وقت، والمكونات كلها موجودة بكل بيت. أنا إذا بدي أحتاج مثلا بحتاج الحليب، فمن الدكان فورا ببعت بنتي تجيب لي حليب. وهي مثل ما قلت لكم يعني لكافة أنواع الحلويات. وإذا حبيتوا تنكهوها أنا هون حطيت فانيلا، وإذا حبيتوا أنتو مية ورد، مية زهر، أي شي بتحبوا تنكهوا فيها حطوا له. وهاي بنتي هون حبت تساعدني، فرحت لها قلبها شوي. الله يفرح قلوبكم كلياتكم. بعد ما تقل عندي حطيت الفانيلا، وهون صبيتها بزورق او بصحن يلي انتو بتحبوه. وبعد ما بردت جبت الكنافة هون عندي صار 3 ايام بالبراد، طبعا ما بتخرب ولا بصيبها شي. هون ببخها شوي من المي وبضيف عليها القشطة وبلفها بهذا الشكل. وهيك مثل ما لكم شايفين خلصت الكمية يلي أنا بدي إياها. أنا دهن الصينية سمنة
وعلى الوجه مثل ما لكم شايفين عم بحط سمنة عربية بتعطي طعمة كتير طيبة. ولهون بيكون خلص الفيديو، إن شاء الله يكون ينال إعجابكم يا رب. فضلا لا تنسوني باللايك والاشتراك، اللايك كتير أساسي بالفيديو. وشكرا إلكم لدعمكم بقناتي، ويميت أهلا وسهلا فيكم، وبشوفكم بفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.